مساء الخير، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه توقيت الشتوي، انا عن نفسي بحب التوقيت الشتوي يا جماعه، بحس ان اليوم فيه بركه. إيه رب، يعني ايه، سبحان الله، دي من عند ربنا بقى. الليل بيطول والنهار بيطول، فبتحس ان فيه بركه كده في الوقت. كل سنه وانتم طيبين. هبتدي معاكم فيديو النهارده. إيه واضح طبعا احنا هنعمل ايه؟ هنعمل قرنبيط. قرنبيط ده طبعا يعني غني جدا جدا، طبعا كله فيتامينات ويعني وحلو ومغذي. انا عايزه بس اقول لكم، او بالنسبه للبنات اللي هم الصغيرين ما بيعرفوش يشتروا بقى القرنبيط ولا يعملوه ولا الكلام ده، الفيديو ده ليكي. اول ما تجيبي القرنبيطه، بلاش تجيبي القرنبيطه اللي هي المفرغه، اللي هي الزهره نفسها تبقى ماسكه في بعض. ما تجيبيش الزهره اللي هي المفرغه دي، ما بتبقاش حلوه معاكي وبتبقى مفروله. فكل ما بتجيبي القرنبيطه نفسها، الزهره بتاعتها ماسكه في بعض، دي بتكون احسن. بتكون يعني ايه، حلوه، هتساعدك في الاكل يعني، انك تعمليها، يعني انك تطبخيها او كده. هنا بقى احنا هنعمل مقلي، مش هنعمل اللي ما يعرفش يا جماعه ان القرنبيط ده كمان بيتعمل في صلصه. بيتعمل كده مع شويه رز بشعريه، بيبقى طعمه حلو قوي. هنا بقى احنا هنعمل بقى القرنبيط المقلي. هعمله بمكون حلو قوي قوي، يعني معانا شويه مكونات بسيطه برضه. انا مش هكتر في التوابل. كل التوابل اللي انا هستخدمها هنا للقرنبيط. انا هستخدم كمون وكزبره ناشفه وفلفل اسود وشويه كركم. ولو عايزه تحطي بابريكا ممكن تحطي، بس انا عن نفسي ما حطيتش بابريكا لانها بصراحه كانت خلصت من عندي. فانا حطيت الكركم، حطيت فلفل اسود، حطيت الكزبره الناشفه، حطيت الكمون. طبعا مكون الرئيسي الدقيق. تمام. هنا بقى احنا عندنا طبعا الكميه ديت يعني ايه، هتكفيكي يعني قرنبيطه يعني متوسطه، مش كبيره. لا، قرنبيطه كويسه يعني ايه، متوسطه. تمام. انا عندي هنا بقى كوبايتين دقيق. لا، كوبايه ونص، يا ربي، دي كوبايه ونص دقيق. دي كوبايه ونص دقيق. هحط عليها بقى التوابل اللي انتوا شفتوها دي، اللي هي ايه، كزبره ناشفه. يعني من كل حاجه نص معلقه. نص معلقه كمون، نص معلقه كزبره ناشفه، نص معلقه فلفل اسود، ونص معلقه برضو كركم. وايه، وما تنسيش طبعا الملح. ما تكتريش في التوابل اللي احنا هنحط برضو زيها. يعني انت خليكي معايا واحده واحده، هتشوفي انا هعمل ايه. تمام. هنا بقى انا هقلب بقى الدقيق بالتوابل دي كلها، وهحط بيضتين. يعني كفايه قوي يعني البيضتين، وممكن تحطي بيضه واحده مش مشكله يعني. تمام. هنا بقى انا كنت بكسر البيضتين، هنزل بيهم على الدقيق. معلش يا جماعه، انا عندي برد بس وعندي احتقان في زوري. هنا بقى كنت كسرت بيضتين، نزلت بيهم على الدقيق، وهقلب بيهم بقى، هقلب الخليط ده كله بمضرب او بمعلقه. والافضل يعني انك يعني ايه، بمعلقه الاول. تمام. بمعلقه الاول زي ما انا بعمل كده، تقلبي بقى بحيث ان ايه، الخليط كله يتجانس مع بعضه. تمام. هنزل بقى ايه لو عندك لبن انت ممكن تعملي برضو الطريقه ديت باللبن، هتبقى برضو مغذيه اكتر وهتبقى يعني مفيده. بس انا عن نفسي انا عملت بالميه. انا حطيت هنا كوبايه ونص دقيق، هحط قدامهم كوبايه ونص ميه. هقلب بقى طبعا الخليط ده كله في بعضه لحد ما يتجانس كله ويدخل كله مع بعضه. عايزه تحطي لبن حطي لبن، مش مشكله، بس انا عن نفسي بقولك انا حطيت ميه. يعني لو اللبن هتديكي برضو ايه، نتيجه حلوه، وهتديكي برضو طعم مختلف عن الميه. هنا بقى انا كنت طبعا قلبت الخليط كله في بعضه كويس جدا. جبت بقى هنا المضرب عشان ايه، لو في اي تكتلات في أرض في القاع بتاع القارب اللي معايا، لا يضيع كله بقى، وانا بضرب كده بالمضرب، التكتلات دي كلها تتفك معايا. هنا بقى انا هنزل بقى كمان بمعلقتين كبار نشا. المكون ده يا جماعه برضو يعني ده اللي هيساعد معاك القرنبيطايه تبقى، او الزهره نفسها تبقى ناشفه وماسكه نفسها، وما تبقاش شاربه زيت. يعني خدي بالك من النقطه دي، لان القرنبيط هنا بيشرب زيت، فاحنا مش عايزين القرنبيط يشرب زيت. فهنحط المعلقتين الكبار دول ايه، نشا. هنحط زيهم معلش يا جماعه انا اسفه، هحط زيهم يعني مش معلقتين، لا هحط بقى ايه، يعني كيس بحاله، كيس كده، كيس نشا هحطه على الدقيق. تمام. انا هنا بقى انا همشي بس معاكم خطوه بخطوه، انا مش عايزه اتوهك مني، لا انا بس همشيكي معايا خطوه بخطوه لحد هنا كويس قوي. احنا كده عملنا بقى خلطنا الخليط كله مع بعضه، كله تجانس مع بعضه. تمام.
هنا بقى انا كنت بوريكي سمك الخليط عامل ازاي، ولا خفيف ميه بحيث انه ما ينزلش من على القرنبيطه، ولا تقيل بحيث يبقى برضو مكتل كده. لا يعني معايا الخليط حلو، يعني سمكه حلو. عندي كمان بقى ايه ربع حزمه كزبره خضراء، كزبره خضراء. تمام. هفرمها بقى، يعني انا مش اللي انا بشيله بقطعه ده انا ما بشيلهوش، انا هعمل بيه سلطه، يعني الوش اللي فوق ده كله انا هحتاجه، يعني هكمل بيه واعمل بيه سلطه مع طبعا البقدونس. انا بحط بقدونس يا جماعه، مش بحط كزبره، بس يعني ان احنا ايه مثلا نرش، مثلا نرش شويه كده على على القرنبيط بعد ما يطلع، هتشوفي برضو انا هعمل ايه. تمام. هنا بقى انا ايه بفرم بقى الكزبره، هفضل بقى اخرط فيها خرط صغيره جدا 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 بحيث انها تبقاش برضو باينه في الخليط معايا. هنا بقى انا هنزل بالكزبره اللي انا خرطتها، هقلبها برضو كويس جدا جدا مع مع الخليط، بحيث برضو انها ايه تبقى ايه شاربه بقى، او تبقى ضايعه في قلب الخليط، متبقاش واضحه قوي يعني كده. تمام. هفضل بقى اللي انا اقلب اقلب لحد هنا. انت معايا كويس ولا سبتيني ومشيتي؟ خليكي معايا. بالنسبه للبنات اللي ما بيعرفوش يعملوا القرنبيط، الطريقه ديت هتبقى سهله قوي ليكي. وبالنسبه للناس اللي ما بيحبوش القرنبيط، الطريقه ديت هتخليكي تحبي القرنبيط وتاكليه. خليكي بس معايا وخليكي للاخر، وانت هتشوفي القرنبيطه هتطلع يعني تحفه جدا، وناشفه بقى ومقرمشه. بس خليكي معايا. هنا بقى انا طبعا كنت ضربت بقى الخليط كله في بعضه. جينا هنا بقى هنعمل ايه؟ هنجيب بقى ايه، احنا ركننا بقى الخليط على جنب، هنجيب بقى ايه طبق هنحط فيه كوبايتين، من كوبايتين لتلاتة دقيق. بس انا هنا انا حطيت كوبايتين، لان انا عندي القرنبيطه ما كانتش كبيره، كانت متوسطه. هحط بقى التوابل اللي انتوا شايفينها دي، اللي هي ايه، نص معلقه ملح، نص معلقه كركم، نص معلقه بابريكا، نص معلقه فلفل اسود. لا يا ربي، مش بابريكا عشان انا ما عنديش البابريكا. انا حطيت نص كركم، نص فلفل اسود، نص معلقه فلفل اسود، نص معلقه بابريكا، كركم، نص معلقه ملح. تمام. ونزلت عليها بكيس الايه، بكيس النشا اللي انا كنت خدته منه معلقتين، حطيته في الخليط. انا بقى فضيت باقي الكيس كله حطيته على الايه، على الدقيق اللي معايا، لان ده انا هعمله كفر للايه، للقرنبيط نفسه. خليكي معايا واحده واحده وانت هتشوفي انا هعمل ايه دلوقتي. هنا بقى طبعا كنت انا بقى ايه، كنت سلقه القرنبيط بشويه في ميه مغليه، احط عليها معلقه كمون ومعلقه ملح، وتسلقي القرنبيطه بحيث انك ايه ما تبقاش مهريه معاكي، وفي نفس الوقت ما تبقاش ايه ناشفه معاكي، يعني يا دوبك تغرزي فيها الشوكه كده تحسي دخلت. انت فاهمه؟ بس كده. هنا بقى انا كنت بلف بقى القرنبيطه في في الخليط ده، بحيث انها تشرب كويس جدا من الخليط. وهطلعها هصفيها بقى. خدي